اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة نتعلم نعمل ايس كريم الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ودي المقادير وطريقة تسييح الشوكولاتة بطريقة صحيحة هتلاقوها في رابط اسفل الفيديو، وطريقة عمل الحليب المكثف المحلى برضو في رابط اسفل الفيديو. اول حاجة عندنا كوب الحليب هنحطه في اي بولة عندنا نضرب فيها، وبعد كده هنضيف عليه كريم شانتيه ونبتدي نخفقهم مع بعض لمدة 5 دقايق. وبعد كده هنضيف اللبن المكثف المحلى، وزي ما قلت لكم طريقة عمله في رابط اسفل الفيديو، ونبتدي نضربهم مع بعض بالشكل ده. وبعد كده هنسيب الكريمة اللي احنا عملناها دي تبرد خالص، ونجيب الشوكولاتة السايحة والاتنين يكونوا بدرجة حرارة الغرفة عشان الشوكولاتة مع الكريمة ما تخرص، ونبتدي نضربهم بالشكل ده لمدة 3 دقايق. وبعد كده هناخد الايس كريم بتاعنا ونحطه في علبة محكمة الغلق، وباستخدام صوص الشوكولاتة اللي متبقي عندنا هنحط عليه صوص شوكولاتة على الايس كريم، وده في الاخر هيبقى لما يدخل الفريزر هيبقى قطع من الشوكولاتة، ده اللي يحب يعني لما نيجي ناكل الايس كريم هيكون فيه قطع من الشوكولاتة. وبعد كده هندخله الفريزر من مدة من 4 ساعات ل6 ساعات بالكتير. وفي النهاية ده لما خرجناه من الفريزر بيكون متماسك جدا وكريمي جدا، مفهوش اي قطع تلج نهائي. واتمنى حضراتكم تجربوه وان شاء الله يعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.